دي مش مجرد حكاية لاعب كورة، دي قصة واحد قرر يهزم المستحيل. تفتكروا حد كان ممكن يصدق إن الطفل ده هيصبح أسطورة اللعبة؟ حكايتنا بتبدأ هنا بموهبة فذة اتولدت عشان تغير تاريخ الكورة. بس الموهبة دي كان قدامها تحدي ضخم، تشخيص الدكاترة كان صدمة حقيقية. المشكلة كانت مزدوجة، حالة صحية صعبة وأهله مش هيقدروا على تكاليف العلاج. الأبواب كلها كانت بتتقفل في وشه، الأندية شافته مغازرة مش محسوبة. لحد ما جه كشاف من برشلونة شاف فيه اللي محدش تاني شافه. والأغرب كمان إن أول عقد احترافي ليه اتكتب على منديل ورق. المنديل البسيط ده هو اللي غير تاريخ الكورة للأبد. وهناك في برشلونة بدأت الأسطورة تتكتب بأرقام وإنجازات كسرت كل التوقعات. بس كان لسه في حلم واحد ناقص، المجد مع منتخب بلده الأرجنتين. سنين طويلة من الحسرة وخسارة النهائيات لدرجة إنه قرر يعتزل دولي. وعنده 35 سنة، السنة اللي كتير قالوا خلاص هو انتهى، جات له آخر فرصة. وفي قطر 2022 لما الكل افتكر إن القصة خلصت، هو اللي كاتب النهاية بنفسه. وأخيرا رفع الكأس الوحيدة اللي كانت ناقصاه وكمل بيها القصة. قصته دي درس لينا كلنا، إن النهايات السعيدة فعلا مكتوبة للي مش بيستسلموا. الفوز ده رجعنا تاني للجدل الأزلي، مين هو الأفضل في التاريخ؟ طيب، أهم قصة ميسي قفلت النقاش ده، ولا رونالدو لسه ليه كلمة؟